استاذ يوسف الحسيني يعني اداني اكتر من حقي بصراحه. اداني اكتر من حقي. 3 حلقات على منى عراقي. ايه ده؟ بصراحه ما شفتش، انا اتفرجت على لما قتل الانس، انا عارفه ان هو خصص 3 حلقات بيتكلم عليه. 3 حلقات، يعني 3 حلقات يا استاذ يوسف تديها لمنى عراقي؟ ايه الكرم الحاتمي ده؟ مش ممكن. هي منى عراقي مهمه عندك الى هذه الدرجه؟ وبعدين هو جاب يعني العلم في المهنيه، استاذ حسام السكري اللي هو الرئيس السابق لبي بي سي عربي. طب استاذ حسام السكري قال من الطبيعي جدا والبديهي استخدام كاميرات خفيه وتسجيلات، وده اسلوب معترف به في التحقيقات الاستقصائيه. بيتعمل على قنوات حلو، بي بي سي بتعملها. ده مش عيب منى. طب امال ايه المشكله يا استاذ حسام؟ ايه اللي مش عاجبك في شغل منى؟ قال كمان عادي جدا انها تبلغ البوليس، ده وارد في شغلنا. الله. طيب بتاع البي بي سي واللي مستضيفه يوسف الحسيني قال عادي ان منى تبلغ البوليس. الله. طب ايه المشكله؟ زعلانين ليه في شغل منى؟ قالوا هي بتبلغ عن ايه؟ مفيش جريمه اصلا تبلغ عنها، دي فبركت. فبركت؟ انا فبركت؟ في فيديو. طيب حلو قوي، تعالوا بقى نرجع للي انا فبركت. انا اتحداهم انهم شافوا حلقات البرنامج. يعني اللي هما الاثنين طالعين ينقدوه هما ما شافوهوش. ارجعوا تاني لحلقات المستخبي وذاكروها وتابعوها من اولها وشوفوا اسلوب منى وستايلها بتفبرك ولا لا. منى عراقي عملت قضيه كبيره قوي، عملت بو هي طلعوا براءه، منى عراقي كدابه. هو ده كل اللي يهمكم؟ ان منى عراقي تطلع كدابه؟ هي منى عراقي مش كدابه، بس احنا متشكرين قوي على اللي انتوا عملتوه.